كيكة السينابون. فقدت 3 بيض بحرارة الغرفة مع كوب سكر ومعلقة فانيليا. ضفت نص كوب زيت وكوب حليب. أنا كباياتي صغار، كل كباية عندي بتطلع نص كباية عندكم. ضفت عليهم ربع كاسة زبدة دايبة، خلطهم مع بعض منيح. ضفت عليهم كبايتين طحين منخولين مع معلقة بيكنج باودر كبيرة، وضفت عليهم جوز بلدي، وضفت عليهم معلقة صغيرة بيكربونات مع معلقة خل أبيض. قلبتهم مع بعض شوي. شلت جزء من الخليط على جنب وضفت عليه معلقتين قرفة، معلقتين كاكاو، ربع كاسة حليب وربع كاسة زبدة دايبة. خلطتهم مع بعض منيح. وزعت الخليط بقالب مدهون زيت ومرشوش بالطحين. حطيت الطبقة البيضاء بالأول فوق منها، الطبقة الثانية اللي شلتها على جنب فوق الطبقة البيضاء وفوق طبقة الكاكاو مع القرفة. حركتهم مع بعض بواسطة عود خشبي، وعلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. وزينتها بالصوص الأبيض والكراميل والجوز. طريقة الصوص الأبيض: خفقت علبة قشطة مع علبة جبنة كريمي مع معلقة قرفة مع نص كوباية حليب مكثف. خفقتهم مع بعض منيح وأخذت هيدا الصوص اللي بيجنن. نصيحة: جربوها، تستحق التجربة وبجدارة.